صوتي يا حاجي سيجاوب على عز الأحباب. قالها أبو سهيل الدهر كله تجارب، والحياة مدرسة واستاذ والناس طلاب، والفتى من نجح واحتل أعلى المراتب، والرجال تختلف والطبع لا شك غلب، والصداقة وفاء والوقت مقلوب وقالب، والذي حب نفسه فرقه له ونصحاب. في جميع النوايب واقتدي بالنبي أيوب يا أولي الألباب. في الزمان الردي قدر يعمل محانب، ويله الويل ذي يجزع طريق التحناب. كم نظرنا من الأجناس موجب وسالب، ناس مرتاح وينا وسيل متاعب ونصعب. قد مشينا مع سم الحنوش والعقارب، قال وشفنا الذي باع الصحاب بيع جلاب. مشينا مع سم الحنوش والعقارب، بل وشفنا الذي باع الصحاب بيع جلب. قد مسكنا بحبل الله من كل عايب، وانتجينا من قدر الأجانب والأقراب. كم وكم قد تحملنا الجفاء والمصاعب، والمشاكل على الواحد تجي فرضي وخصاب. صبرنا على الشومات والصبر واجب، لكن البعض يحسب من صبر انه تاب. لكن الجيد والله ما ارتهب اي راهب، عاد جرحه طاري من جسمه الجرح ما طاب. احيا باطلي من كل عايب وخايب، بيسعى يقطع للصحاب كل الاعصاب. قد تآمر على الهيم الذي ليس خايب، لكن الله رد الكيد في نحر نصب. ذا جوابي على روحانه الجيد صايب، الفتى الهيم مولى المعرفة ذي بلدياب. ذا جوابي على روحانه الجيد صايب، الفتى الهيم مولى المعرفة ذي بلدياب. والصلاة والسلام من شرقها للمغارب، قصة المصطفى عد الرياحين والأطياب. أخي المستمع الكريم، وعليكم
من كلمات الشيخ طاهر بن أحمد بن ناجي صوال أبو محمد، وهي موجهة للأخ خالد بن علي الهيال، وهي تعبر ما فيها، وشكرا. يقول بن صوالي طاهر مرحبا مرحب دبل، ما تنزل الأمطار إلى الوادي من همزانه ويسال. يا مرحبا الهيالي منذ طلعته حتى وصل، بحطك المهتش في الكبد العليل والطحال. وجيد خالد صاحبي مرحبا بالخالد بدل، منه صديق العمر باطلها حقيقي لا خيال. يا مرحبا بالجيد دايل الناس يضرب به مثل، الصاحب المقدامي والمعروف الايام النضال. واليوم بنذكر معاك صنوك هو الصن والبطل، بقد ظهر في وسط ميدان القيادة والرجال. ما ظن آصف هزاكم كلا ولا أصحاب العلل، بساسكم ساس المروة. ما ظن عاصف هزاكم كلا ولا أصحاب العلل، بساسكم ساس المروح والمعارف والخصال. يقول طاهر ابن أحمد والنبي مهما حصل، بعز نفسي دايما لو ما معي حتى ريال. القبيلة هي راسي مالي والمروح هي وسل، وخالد الهيالي يشهد لي ولا فيها جدال. وصنوك المغوار ابو عبد الله الجيد العسل، صياد رامي لا رمى يحكم بضربات النشال. علي بن عبد الله والمعروف مع اصحابه جمل، الجابر الشامخ ولا يخضع لاصحاب الحيال. الصدق والمعروف قادها عادته منذ ازل، قلبه مع الأصحاب صافي والوفاء عنده زلال. وبنقول للأخ سانوي عبد الرحمن لا خلل، في المخوة والوفاء ما بين الأخوة راسمان. وبان لهم الشمل ونحل الخطا لا شي زلل، والله يحفظ في مدى الأزمان الأسرة والعيال. دعوة لهم من قلبي الصفي ولا عندي وغل، أحب جمع الشمل الأخوة يجمع بكل خال. والختم صلوا ما رعد رعده وما الماطر همل، تبلغ نبينا سيد الأمة وأصحاب